هنتكلم بقى عن المسك من الوضع الجانبي، يعني انا واقف والخصم جاي يمسكني من الوضع الجانبي. تمام؟ لو احنا اتكلمنا في الوضع الجانبي عن المسكه دي والمسكه دي انا هعتبرها ان هي من المسكات اللي في الوضع الامامي. طيب المشكله في الوضع الجانبي ايه؟ ان هو هيبدا يمسك هنا في الرقبه من هنا، الحته اللي هنا اهي اهي. تمام؟ وهيبقى ماسك جامد، فده هيبقى عامل توتر في العضلات بتاعت الرقبه وهتبقى دي مشكله، فلازم انا اتك بالايد اللي هنا، لان الايد اللي هنا في الوقت ده لازم تبقى عامله ضغط على صوابع الخصم عشان توقف قوه المسكه بتاعته. دي حاجه، انا طبعا ايدي هنا حره، اقدر ان انا اضرب تحت الحزام، اقدر ان انا اضرب هنا في الوقت ده اهي اهي، وهجيبه من هنا وهضرب جوه. وانا قافل على ايده من هنا، لان انا لو ما قفلتش على ايده من هنا هيبتدي الضغطه تجمد وهيبتدي يسحبني وممكن يضربني بالايد الثانيه. تمام؟ دي المسكه السهله. المسكه الثانيه الاكثر تعقيدا ان هو لما هياخدني كده بحيث ان هو مثلا مثبت حاجه او هيضرب او هو واخدني وماشي بيا، فانا لازم ايدي ديت من هنا هتبقى قافله مش دي، لان دي اللي انا هتعامل بيها مع الخصم. ابقى انا قافل من هنا وهبتدي اخد الوضع بتاعي وهيبتدي كويس يضرب من هنا وايدي تضرب من هنا وايدي تضرب من هنا ودي انا بشد من هنا على اقصى ما هقدر ان انا اشد، لان ممكن ما تجيش معايا ايده اصلا. كده انا لقيت المكان ده مفتوح وهو جاي كده، طول ما المكان ده مفتوح انا اقدر اجي كده اهو وهني ايدي دي من هنا اهي، وهبقى انا كده سحبت ايده ورا وقدرت ان انا اضربه من ورا وقدرت ان انا اضربه في رجله من تحت. يبقى تاني، يبقى هو لو هو ماسك من هنا المكان ده مفتوح، قفلت قدرت اضربه جوه اهو، دي اهي، وانا طالع من هنا اهي اهي، واقدر ان انا ابدلها بمسكه. المشكله الثانيه انه لو هي نفس المسكه بس هيبقى عمل بالايد الثانيه، كده انا قفلت على ده. لو انا هو بيقفل ايدي كانت جوه انا كده تمام قوي مفيش مشكله، اقدر ان انا بقوه جسمي كلها اهي هطلع على طول لبره. لو ما حصلش وده احتمال كبير يبقى انا ايديا ايد من هنا اهي وايد من هنا، لان اوريدي هو ايديه خلاص مش عامله حاجه. طبعا انا خدت اتزاني لان رجلي دي خدت وضع ورا اها خلفي، وهبتدي انقل الوزن اهو، وانا بنقل الوزن هبتدي رجلي دي اهي واسحبه على تحت وهضربه. تمام؟ تاني انا واقف اهو داخل مسك، انا لسه بتعامل معاه قام داخل على طول اهي كده. ما لحقتش ايدي، لو انا ما لحقتش ايدي يبقى انا ايدي بره اهي قافل اهو، هو بيشد وهيشد واحتمال كبير قوي ان هو ينزل بيا لقدام، هلحق انا اهي وهي كده. تمام. طيب الحاله الثانيه، تمام؟ القفله ديت ممكن ما يمسكش خالص، ممكن يبقى قافل على زوري ويسحبني لوضع خلفي كده اهو، يجي هو ورايا اهو، وايده الثانيه ممكن ان هو يبقى هيضرب هنا حاجه او مثبتها فوق اهي كده اهو. تمام؟ او ماسك. في كل الحالات دي انا لازم ابقى انا قادر ان انا اضرب هنا وقادر ان انا اضرب وانا قافل هنا اهو. المشكله الوحيده ان هو لو في حاجه في ايده وحطيتها هنا وانا ايدي هنا مش ايدي كده، ايدي لو ايدي كده هرفع ايدي ديت يبقى الموضوع منتهي، انما لو هو ايده محطوطه من هنا هتبقى المشكله. يبقى انا لازم اجي كده اهو على امتداد ايده، ده المفروض ما اخدش بالي، على امتداد ايده وهقفل من هنا اهي. دي ممكن هتبقى قويه جدا، انما دي مش هتبقى بالقوه الكافيه ان هو لان هو مثبتها، انما دي ماسك بيها. فاهو اهي انا كده بعد وسطي بعد، حتى لو هو ما راحتش انا ماسكها من هنا اهي، ودي من هنا اهي 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 اهي. طيب تمام، شكرا.